رمضان حضرتك كريم طيب وكل سنة وبخير. وانتم طيبين. وانت طيب وبخير يا مستر يا كبير. وبعدين معاكي بقى. اسفه يا عم. اقول لكم يا جماعة، بما انكم يعني متجمعين النهاردة وفي مشاكل بينكم، بقول لكم ايه بقى، ايه رأيكم تيجي نتصالح؟ يلا بينا. ما هو ما كانش ينفع برضه يا بروتاجراس تقتل اخوك سقراط. نعمل ايه بس يا مستر؟ ما هو اللي انسحب من لسانه اهو مات بسبب كلامه. اي نعم، انا صاحب المذهب العقلي وبرضه قلت ان احنا بنعمل الاخلاق عشان عقلنا هو اللي قال لنا، بس ده ما يمنعش اني افورت شويه ونسيت ان البني ادم مننا مش مجرد عقل بس، لا ده البني ادم مننا عنده مشاعر وقلب واحاسيس. شايف؟ اتعلم من سقراط يا ارسطو يا اسطوره اليونان. وبعدين معاكي بقى، ما قلنا مره انا عالدغري. انا تعبان. صلوا على النبي يا جماعة، مش كده. يا مستر، هو مفيش احترام للناس اللي قاعده دي ولا ايه؟ كله بيقول اي كلام، ده حتى افلاطون بقى غريب جدا. اقول لكم على حاجه بقى، يعني اي حاجه بيقولها افلاطون غلط. اللي قاله سقراط صح. ما تزعلش مني يا عم سقراط. ولا يهمك يا عم. الله عليكم وانتوا حلوين قوي كده. بس يا مستر برضو مش المذهب العقلي هو لوحده اللي وحش، يعني كمان عندك مذهب المنفعه بتاع بنت نام اللي قال ان الانسان بطبعه بيحقق مصلحته الشخصيه. ما هو ما دام الانسان بطبعه بيحقق مصلحته، يبقى الانسان بقى مش عايز مذهب اخلاقي يقول له ايه الصح وايه الغلط. ولا مذهب الضمير اللي قال لي ان احنا بنعمل الخير دي حاجه كويسه، بس برضه ما قاليش ايه هو الخير وايه هو المعيار اللي على اساسه بنحدد الخير والشر. وبعدين انا الضمير عندي بيختلف بقى يعني من حد للتاني. طب بقول لكم ايه رأيكم في البرنامج؟ والله يا مستر برنامج زي العسل. هو حلو وكل حاجة يا مستر، بس برضه انتوا منشفينها علينا حبتين. هو انت مش بتاخد وجبة يا عم انت؟ حصل يا مستر، امال متضايق ليه بس؟ رأيي ايه بس يا مستر؟ معروف يعني مستر سليمان رمز الأمان. لو رجع بيكوا الزمن تاني تفتكروا ايه اللي ممكن تعملوه؟ والله سؤال صعب. فعلا يا مستر، والله سؤال صعب. قول الزمان ارجع يا زمان. طب ايه رأيكم بقى لو نخلي القعدة ديت لايف؟ يعني تيجوا السنتر وتشرحوا بنفسيكم للطلبة. لايف ازاي لا مؤاخذه؟ يعني تيجوا السنتر وتشرحوا بنفسيكم للطلبة. موافق يا احلى مستر. موافق بس على شرط. ايه هو؟ الفيلسوفة القمر دي تبقى معانا. مؤاخذة يا ارسطو. لا 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 مؤاخذه ايه بقى؟ انا عالدغري. انا تعبان. لا سيب لي انا بقى الطلعة دي. عالدغري ده كان جزء بسيط من اللي هيحصل في الفترة الجاية. الفترة الجاية هي فترة المراجعة النهائية. واللي هتكون مراجعة من نار. هنعيد شرح المنهج تاني وهنحل على جميع الأفكار. وعشان تحجز المراجعة، لا ما بتتقالش كده. واستنونا في طنطا مع مستر سليمان.